في الفيديو بتاع النهارده انا جاي اكلمك عن واحده من احسن شاشات الجيمنج اللي موجوده في السوق المصري، واللي انا مبسوط قوي بصراحه ان انا اشتريتها، وهي السامسونج الاوديسي الجي 5 ال 32 بوصه. ولو انت ملاحظ هنا هي الحجم بتاعها كبير قوي، فالموضوع كبر مننا. تعالى نعمل لها النهارده مع بعض انبوكسنج ونتعرف على مميزاتها وعيوبها على السريع. وخليني اقول لك ان انا ان شاء الله في الفتره الجايه الشاشه دي هستعملها بشكل شخصي للبي سي بتاعي، فبعد فتره كده الفيديو ده هيبقى بس انبوكسنج وتجربه اوليه، ولكن هيبقى فيه ريفيو عنها قريب ان شاء الله. فتاكد انك تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب في الشانل عشان فيديو المراجعه بتاع الشاشه دي اول ما ينزل يوصل لك على طول. وكالعاده معاكم محمد ابو اليزيد، قناه ريفيو تك، ويلا ندخل في تفاصيل الفيديو. اوكي، طبعا الشاشه حجمها كبير قوي زي ما انت ملاحظ، ولو بصيت على السبيكس بتاعتها مكتوب لك هنا اوديسي جي 5 32 انش. دي السبيكس بتاعتها، خليني اقولها لك في الفيديو، مش عايز احرقها لك كده من الاول، ولكن انا عايز افتحها معاك لان انا متاكد ان هي فتحها هيبقى صعب جدا. فتحها هيبقى مشكله. I think ان انا هحتاج اقف في الكادر ولا ايه، مش عارف. طيب بسم الله، تعالى نفتح مع بعض كده. في جزء هنا كده كده. طيب هي بس البوكس بتاعها كبير شويه، انا مش عارف اقعد، ولكن عندنا بقى كذا حاجه في البوكس. وزي ما انت شايف في الكاميرا اللي فوق، انا هنا بصور بالاس 23 الترا فوق هنا، ودي الشاشه. عندنا بعض الحاجات الكتير، تعالى ابدا لك باول حاجه فيهم وهي الستاند. طيب الشاشه دي هي ارخص شاشه في السوق المصري، بتيجي بالسبيكس اللي انا هقولها لك كمان شويه. هي 32 انش، والستاند بتاعها ده انا كنت شفت فيديو لمحمد سميح قال لك لازم هتفك المسامير وتزيته من هنا علشان يقدر يعمل معاك تيلت اب وتيلت داون. فالستاند يعني خامات بلاستيكيه رديئه جدا بصراحه، يعني ده من ضمن العيوب بتاع الشاشه دي. ولكن السبيكس بتاعت الشاشه دي لذيذه قوي. انت عندك شاشه 32 انش بتيجي بريزوليوشن 2K مش 1080، يعني مش فول اتش دي، هو 2K. والشاشه بتبقى كيرفد 1000R. يعني ايه 1000R؟ يعني في شاشات كيرف بيبقى الكيرف بتاعها بسيط، انما الشاشه دي الكيرف بتاعها عالي علشان تبقى مريحه لعينك. فهتلاحظ انها 32 انش، ولكن وانت حاططها على الديسك توب عندك هتحس انها يعني 28 انش تقريبا. طبعا بتيجي بريسبونس تايم 1 ملي سكند، ولكن 1 ملي سكند MBRT مش جي تو جي، الجراي تو جراي. يعني ال 1 ملي سكند في ال MBRT بيساوي 4 ملي سكند في الجراي تو جراي اللي هو الجي تو جي. طبعا ده كلام جيك قوي، مش شرط تبقى عارفه لو انت مالكش علاقه بالجيمز. دي الستاند من تحت بتتربط هنا كده بمسمار صغير من هنا كده، بتتربط في الستاند التاني وتتعلق في الشاشه من الظهر. فده منظره كده، في حتت رابر هنا مع بعض علشان تبقى ماسكاه. برضو نفس الخامات البلاستيكيه، ولكن يعني مش رديء قوي والله، كنت متوقع اسوأ من كده، ولكن يعني هو سوليد شويه، ماسك نفسه شويه. طبعا بتتكلم على شاشه 144 هرتز في الفئه السعريه دي، فمن وجهه نظري بصراحه تحفه. يعني عندنا هنا ورق I think ان انا مش هحتاجه في اي حاجه، وهنا بيعرفك تستعمل الستاند ازاي، وشهاده ضمان سامسونج مش حلو، هي بتيجي بضمان مترا من سامسونج، يعني الضمان بتاعها بيبقى 3 سنين. عندك هنا كيبل HDMI، انا مش عارف ده HDMI 2.0 ولا كام بصراحه، مش كاتبين عليه، ولكن يعني هو ده شكله. مش بريميوم كواليتي قوي. انا عندي كابل HDMI هستعمله، كنت مشتريه من انرجايزر، بصراحه كابل تحفه قوي. فكابل ال HDMI ده انا مش محتاجه. وعندك اخر حاجه هنا الادابتر، والادابتر بتاعها لطيف، ده بيركب في الشاشه، ودي بيركب فيها الادابتر الصغير ده هنا كده، تركب ده هنا وتوصلها على الشاشه، فده هنحتاجه. جاهزين للحظه الحقيقه؟ يلا بينا. بس انا محتاج اقف، مش عارف اذا انتوا مش شايفيني طبعا، بس ايه، بس مش مشكله، احنا حبايب واخوات واصحاب. دي الشاشه، دي عدلتها، بس منظرها من الظهر عامل ازاي. عندك هنا مدخل الشحن نفسه او مدخل السلك اللي بتوصله فيه بتاع الباور. عندك واحده USB، واليو اس بي دي علشان لو انت هتديلها فيرموير ابديت او لو نزل لها اي ابديت بتركبه هنا
علشان تقدر تعمل اليو اس بي او تعمل ابديت بتاعك عن طريق الفلاشه اليو اس بي. عندك ديسبلاي بورت، وعندك مدخل اتش دي ام اي ومدخل سماعات علشان لو عايز توصل سماعات، لان المونيتور دي او معظم المونيتورز او كل المونيتورز تقريبا يعني قليل ما تلاقي مونيتور فيها سماعه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طيب واو 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 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا جماعه، بريميوم كواليتي بتاعت سامسونج تحفه. انا عايزك تبص كده من فوق، بص ال 1000 ار الكيرف بتاعها عامل ازاي. حتى يعني الشاشات ال 32 بتبقى مفروده يمين كده اكتر من كده، انما دي بص هتحس انها داخله على بعض اكتر، فبتبقى الفيلد فيو بتاعها بالنسبه لعينك بيبقى تحفه قوي. خامات بلاستيكيه من الظهر لطيفه قوي بصراحه. عندك هنا كده من الناحيه دي اهي، انا عايز اوريها لك. بص الكيرف بتاعها عامل ازاي، خليها بس في النص كده اهي. وهي وزنها مش تقيل قوي ومش خفيف قوي، يعني بتتكلم مثلا في 4-5 كيلو تقريبا. فيها بازل من تحت يعني بسيطه كده، ومن الاطراف البازل بتاعتها رفيعه. هنشغلها كده ونبص عليها مع بعض. لوجو سامسونج هنا يعني في شكل كده، لكن دي انا كنت فاكرها سماعات زمان، بس هي مش سماعات، هي منظر كده مش اكتر. انا بصراحه محتاج اني اركب الستاند بتاعها، فانا هفك الستاند كده واركبها وارجع لكم على السريع. طيب كان سيت اب على السريع كده، شغلت الشاشه ووصلت وظبطت الدنيا فيها كده. وخليني اقول لك يا جماعه، الحجم هنا فظيع. ال 32 انا اول مره اجرب الديسبلاي بتاعه بي سي تبقى 32 انش وال1000 ار كيرف ده. انت بتتفرج حاسس ان الحاجه حضناك. بص الشاشه جنبي عملاقه قوي. انا عندي بس كومنتين بساط قوي عليها، ان خامات البلاستيك يعني هي مش احسن حاجه، هي مش سيئه زي ما كنت متوقع، ولكن بص الشاشه حرفيا بترقص هنا يمين وشمال وبتاع، مش ثابته خالص. وكمان الستاند بتاعها علشان مش عارف، حاسسها مش سوليد كده، مش ماسكه نفسها كويس. الستاند بتاعها بصراحه ضعيف قوي. ولكن الشاشه نفسها خامات تصنيعها هي بلاستيكيه، يعني مش هقول لك تحفه ولكن جميله قوي. انا بس في حاجه صغيره نفسي اعملها من بدري. ايوه انا بحب اشيل الحاجات دي قوي بصراحه. بص 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 هوبا يا سيدي يا سيدي. طبعا عندك لوجو سامسونج هنا، عندك الدايل اللي تحت ده بتتحكم منه. ولكن خليني اقول لك زوايا الرؤيه بتاعه الشاشه، لو انت قاعد في وشها فانت هتبقى شايفها بشكل كويس قوي. انما لو اتنين مثلا قاعدين بتلعبوا سوا، لو كل واحد باصص للشاشه من زاويه، بيلاحظ شيفتنج كده في الالوان، فما بتبقاش الرؤيه بتاعتها احسن حاجه. يعني عشان تبص لها بطريقه كويسه تبقى انت في وش الشاشه. طيب على السريع خلينا ادي لك السبيكس بتاعه الشاشه دي كلها. الشاشه دي 32 انش كيرفد زي ما قلنا. الكيرف بتاعها 1000 ار، يعني الكيرف بتاعها زياده شويتين ثلاثه، فهتحس ان ال 32 انش دي مش كبيره قوي، يعني هي حجمها مناسب قوي. الشاشه دي 2K، الريزوليوشن بتاعها 2K اللي هو بين ال 1080 وبين ال 4K، طبعا 144 هرتز، فهي ممتازه قوي في الجيمنج. الريسبونس تايم بتاعها 1 ملي سكند MPRT. طبعا بتدعم ال HDR10 في السعر ده يا جماعه. انت بتتكلم هنا عن شاشه سعرها 7600 جنيه او 7500 جنيه، فانها فيها كل السبيكس دي، حاجه ممتازه قوي. التضحيه عندك هنا بقى في حاجه واحده ممكن ما تبقاش مناسبة للكل، وهي مش نقطة الضعف اللي في الشاشة، ولكن هي الشاشات في الرينج ده يعني أذواق. في واحد مثلا بيروح لشاشة البانل بتاعتها تبقى حلوة IPS، تديله ألوان حلوة جدا وساتيوريتد جدا ومقاربة للواقع قوي، عشان مثلا لو أنت بتعمل إيديتنج. بس الشاشات اللي في السعر ده هتلاقيها شاشات IPS 27 إنش، شاشات فلات عادية خالص، فأنت بتاخد مميزات وتضحي بمميزات. طيب اللي هتضحي بيه هنا طبعا حته الخامات دي زي ما اتفقنا. اللي هتضحي بيه تاني وهي البانل بتاعه الشاشه دي، وهي اللي بتيجي من نوع VA. النوع VA معروف ان البرايتنس بتاعه عالي، سعره رخيص، ولكن الوانه مش احسن حاجه بصراحه. الشاشه دي الوانها بالنسبه للشاشه اللي كانت عندي قبل كده اللي هتلاقيها في الاي اللي فوق، كانت الاسوس VX 27 انش، كانت 27 بوصه، بس الوانها كانت تحفه، ممنتج عليها الفيديوهات كلها. ولكن انا الالوان هنا بصراحه بالنسبه لي مش مرضيه قوي، حاسسها مايله على اصفر كده شويه. انا عارف ممكن الاقي لها تعديل الوان على اليوتيوب، هبقى ابص عليه برده واعمله للشاشه، ولكن يعني انت بتاخد ميزه وعيب. فالعيب ان هي بانل VA، طبعا البانلز الVA بتبقى كده، بيبقى فيها شيفتنج شويه في الالوان، لو بصيت لها زوايا الرؤيه فيها مش احسن حاجه. لكن بالنسبه لاستخدامي انا كنت محتاج ابجريد لشاشه 2K، شاشه يبقى حجمها كويس. بالنسبه لي 32 انش كفايه قوي، وهتساعدني كمان في التايم لاين بتاع الايديتنج بتاع المونتاج فيديوهات اليوتيوب والحاجات دي، هيبقى بالنسبه لي كويس. وبس كده، دي كانت كل حاجه معانا عن شاشه السامسونج الاوديسي G5
32 انش. الشاشه اللي بتقدم قيمه ممتازه مقابل السعر. عملنا لها انبوكسنج على السريع وشفناها مع بعض كده. تشتريها ولا لا؟ ما اقدرش اجاوبك على السؤال ده الا لما انا اجربها، فان شاء الله اجربها تجربه مطوله شويه، ولما تنزل هسيب لكم اللينك بتاعها تحت في الديسكربشن. وبس كده، يا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب في القناه وتفعلوا الجرس عشان اي فيديو جديد لما ينزل يوصل لكم على طول. ونتقابل في الفيديوهات الجايه والى لقاء اخر ان شاء الله. سلام.